سلام عليكم متتبعين قناة أساطير كرة القدم. كيف أصبح اللاعبين منتخب الوطني الجزائري؟ الجزء الثاني، جيل كأس العالم، البرازيل. مجيد بوقرة 41 سنة، حاليا هو مدرب الفريق الوطني للمحليين. محمد الأمين زماموش 39 سنة، وهو لاعب كرة قدم جزائري في مركز حارس مرمى، وهو يلعب حاليا نادي نجم بن عكنون. رايس وهب مبولحي 38 سنة، يلعب بمركز حراسة المرمى حاليا مع نادي شباب بلوزداد. عيسى ماني 32 سنة، يلعب لصالح نادي فياريال ومنتخب الجزائر في مركز قلب دفاع. جمال الدين إصباح 39 سنة، ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. غلام 33 سنة، هو لاعب كرة قدم جزائري، يلعب حاليا لنادي أنجيه الفرنسي. الياسين كدمورو 36 سنة، اعتزل كرة القدم. كارل مجاني 39 سنة، الكابتن السابق للمنتخب الجزائري، اعتزل كرة القدم. مدحي لحسن 40 سنة، اعتزل كرة القدم. حسان يبدأ 40 سنة، اعتزل كرة القدم. سفير تايدر 32 سنة، لاعب كرة قدم وسط ميدان وهو بلا نادي الآن. مهدي مصطفى 40 سنة، دولي جزائري، تألق في مونديال البرازيل 2014 وساهم في التأهل التاريخي للدور الثمن النهائي. عبد المؤمن جابو 37 سنة، لاعب وفاق سطيف الآن. نبيل جلاس 34 سنة، يلعب كمهاجم صريح، اعتزل كرة القدم وأصبح سائق درجات نارية. هلال سوداني، لاعب قلب هجوم 37 سنة، وهو لاعب نادي ماريبور سلوفينيا.